بس انا تعبت قوي في الهديه دي والله يا ام عز، خايف ما تعجبكيش والله العظيم، متوتر والله. يا عم سيبني وهتعجبني. السلام عليكم، ده فيديو جديد ضرب نار. اهلا ومرحبا بكم في قناه شاور فاميلي. النهارده يا جماعه انا قررت اعمل لام عز مفاجاه ضرب نار، بما ان الست دي شالتني بقى لها 4 5 سنين من ساعه ما عرفتها وهي بتضحي من اجلي، وسافرت معايا لحد الامارات، خلفت هناك لوحدها من غير وجود اهلها ومن غير اي حد يقف جنبها. فانا قررت ان انا اجيب لها حاجه تشيلها زي ما هي شالتني السنين اللي فاتت دي كلها. هي كان نفسها في عربيه، انا عايزه عربيه تبقى بتاعتي اسوقها، انا مش عايزه اسوق عربيات حاجه. زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو اللي فات ده لما كنت بعلمها السواقه، كان نفسها يبقى عندها عربيه الخاصه بيها اللي تروح بيها مشاوير، ولما عزوز يكبر شويه ان شاء الله ويبقى عندنا اطفال تانيين تاخدهم بقى وتوديهم الحضانه بقى وتتمركح بيها وتفسح بيها هي واصحابها وكده. خليكم معايا عشان تشوفوا العربيه نوعها ايه وردة فعلها على العربيه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب قبل ما تتفرجوا على اي حاجه. طبعا دلوقتي يا جماعه انا وديت العربيه المكان اللي المفروض انها محضره عشان ام عز تيجي تشوف المفاجاه بتاعتها فيه. المفروض دلوقتي انها اكلمها في التليفون واقول لها انزلي لي يلا عشان محضر لك مفاجاه، بس مش هقول لها هي ايه، وبعدين اخدها على المكان اللي انا عاين فيه العربيه. دلوقتي اهو يا جماعه. الو ام عز. ايه يا احمد انت فين؟ ما تنزلي كده عشان عايزك في موضوع كده. انزل فين؟ انزلي انا تحت البيت اهو. طب استنى عشان انا مش لابسه هلبس وامشي. ماشي بس بسرعه بسرعه. طيب حاضر. ماشي يلا 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 سلام. انا مش متخيل يا جدعان ردة فعلها تبقى عامله ازاي بصراحه. انا تعبت بصراحه قوي قبل ما عرفت اجيب لها العربيه دي، فرب تبقى ردة فعلها وتتبسط كده جامد، تتبسط مني يعني عشان عملت المجهود ده كله عشان خاطرها. يا جماعه بطلة النهارده جت اهي، الاستاذه امنيه ام عز، وصلت بالسلامه. الحمد لله على السلامه. حط في عيني، خش في عيني يا الحمد لله على السلامه. تعالي بس اركبي. اركب ماشي. ملك الجمال الكون يا جدعان. السلام عليكم يا احمد. ملك الجمال الكون، ازيك يا ام عز؟ الاوتفيت بتاعي عامله ايه؟ اللهم صل على النبي. انا كنت محضر لك مفاجاه كده واتمنى يعني انها تعجبك. اتمنى ان هي تعجبك. في ايه بس اللي في الخاتم ده؟ في حاجه في الخاتم كده؟ لا هتلاقيها من الفستان. من ده فستان؟ من الجاكيت. من الجاكيت. ده جاكيت؟ من البلطو. ماشي مستعده؟ ماشي بص لما نروح هناك انا هحط ايدي على عينك بس لحد ما ايه؟ هوصل لحد المفاجاه عشان مش عايزك تشوفيها ايه؟ يعني مش عايزك تشوفيها لان هي مفاجاه، المفاجاه مش لازم تشوفيها يعني. يا ابني ما انا كده هشوفها. ما عقبال ما ادخلك قدامها بالظبط. فاهمه؟ انت تتوقعي ايه؟ معايا لو انت تتوقعي ان انا اجيب لك مفاجاه ايه طيب؟ انا متوقعه ان انت اصلا مش جايب لي مفاجاه ولا حاجه. ما انا جايب لك ايه؟ متوقعه ان انت عادي واخدني كده اللي هو بقى هتضحك عليا. انا ههزيك من البيت واضحك عليكي؟ ايوه انت عادي بتعمل كده. ما كنتش اصور يعني انا لو مش جايب لك مفاجاه فعلا كنت هصور ليه؟ عشان تطلعني ان انا هبله. ان انت هبله؟ ايوه بيضحك عليا. انت ملكه نساء الكون، ملكه نساء العالم. الملكه بتاعتي انا، ام عز بتاعتي انا. انا بخاف من الكلام ده. ماشي عملت معاكي مفاجاه النهارده، انت لما تشوفيها ان شاء الله هتنبهري بيها انبهار ابن جنين يعني. انا والله العظيم خايفه. بصي ينفع بس تخليكي في العربيه دقيقه واحده بس وهرجع على طول. عاوز بس نظبط المفاجاه وهجيلك تاني على طول. بصوا يا جماعه انا جيت وقفت العربيه هنا، المفروض ان انا هجيب ام عز هنا عشان افاجئها بالمفاجاه دي. الباب ده طبعا مقفول، الباب ده بيتفتح على الشارع على طول، فانا المفروض ان انا هجيب ام عز من الشارع، احط ايدي على عينيها عشان ما تشوفش المفاجاه، وادخلها هنا لحد ما تبقى قدام العربيه بالظبط، وبعدين اقوم في شارع عيني وري الناس تركن العربيه على الشارع. مستعده؟ لا مالناش عم خلاص. انت هتعملي خالص. لا ماليش دعوه بالشنطه بتاعتك خالص. يلا هم بس عينيكي ثانيه واحده. طب استنى يا احمد. طب انا كده همشي ازاي؟ مش انا همشيك، نوصل بقى همشيك على طول. يا احمد بس انا هقع يا احمد بقى. مش هتقعي والله ولا حاجه، والله العظيم انا عمري ما هوقعك. لا مستعده؟ ايوه جاهزه؟ يا عم يلا بقى. 1 2 ونص. اصبري بس. يلا يلا عيني وجعتني. اصل انا تعبت قوي في الهديه دي والله يا ام عز، خايف ما تعجبكيش والله العظيم، متوتر والله. يا عم سيبني وهتعجبني. احمد لا ما تهزرش يا لهوي. احمد ايه ده؟ قولي يا احمد ده ايه؟ مش انت كنت كل شويه تعالى وصلني، تعالى وديني، تعالى جبني، ريحت دماغي، جبت لك عربيه. احمد لا يا احمد. مش اي عربيه، عربيه ايه؟ الماني. دي بتاعتي يا احمد والله. قول والله العظيم.
بتاعتك كأغنية. احمد يعني انا مش هتحايل عليك تركبني عربيتك؟ براحتك بقى. يعني دي بتاعتي انا. ايش بس مبدئيا اهو قدام الناس اللي بتتفرج، قدام الناس. ثانية بس، ثانية واحدة. مصاريف العربية دي منظومة منك انت. بره عني بنزين بقى، قطع غيار، أي حاجة أنت مسؤولة، ماليش فيه. بجد مش عارفة بص ايه بتعمل ازاي؟ احمد انت مش بتفوت عليا؟ نخش عربية من جوه؟ نخش عربية من جوه؟ احمد لا انا عايزة ابوسك يا احمد بجد شكرا قوي. شوف ضحيتي عشاني، لازم اضحي عشانك. بس استني بقى اركب معاك شوية. ايه رايك يا ست كل في العربيه؟ انا بجد مبسوطه انبساط مهما يعني مش عارفه اوصف لك بجد. بس المهم بس دلوقتي عايزه اشوف جراج بقى عشان يعني خايفه عليها تتخربش او كده. لا ما تقلقيش، هشوف احلى جراج، انضف جراج في الجمهوريه، انضف جراج تحت امرك اللي انت عاوزاه. شوف الجراج اللي عمر بيركن فيه عشان بحبه قوي. نركن بقى العربيه تحت البيت النهارده وبعدين نشوف الجراج من بكره. طب يا احمد طب هنسيبها لوحدها النهارده؟ هنسيبها تحت البيت لوحدها ازاي؟ عادي بقى، عادي يا عمنا، العربيات بتفضل تحت البيت عادي. انا بسيب عربيتي تحت البيت، ما انت بتشوفيني. ماشي بس يا احمد هخاف عليها. يا بنتي ما تقلقيش، ما حدش يعمل لك حاجه. طب انت ممكن تبقى تنزل تبص عليها كل شويه؟ كل 5 دقايق هبص لك عليها من البلكونه. قشطه؟ بجد يا احمد؟ قشطه. ما قلتليش بقى يا احمد احساسك ايه وانت راكب في عربيتي؟ اكتر مره حسيت فيها بالامان في العالم وانا راكب في عربيتي. كام مره دي؟ عشان تعرف بس ان الدنيا دي يعني مش ثابته على حال. كنت قاعد اقول لك يا احمد خلينا اسوق بس يعني كويس ان انت جبتها لي. يعني مش هقول لك حاجه. خلاص جت بقى الحمد لله. بس خليكي على الهادي، بس يا ابني طول ما انت معايا ما تقلقش يا احمد. في ايه؟ انا مش قلقان، انا معز والله مش لا قلقان. يا احمد لا ده انا واخده كورسات بفلوس. طب اهدي بس عشان انت داخله دلوقتي. اكتر مره حسيت فيها بالامان في العالم. اهدي اهي لفيتها اهي. طيب ماشي ما شاء خالص. الله ما شاء الله. طب حاسبي طيب مطباه، هدي على المطباه. ايوه بالراحه كده. ايوه مشي بقى كده. ما شاء الله، ده انت بقيتي سويقه. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. يعني بعد كده بقى تاخدي عزوز بقى توديه حضانه لما يكبر ان شاء الله. طبعا العربيه دي بتاعتي انا وعز بس يعني هيصحى انا يقول لو لي احتجت وانا عربيتي بايظه قلت لك وصيني. انت هتوصيني؟ انا كنت بوصيك بعربيتي. طبعا هوصلك. توصيك بعربيتي صح؟ هجرب عربيتك بقى، جرب عربيتي بس لفه. انت عندك عربيه يا احمد؟ معلش مع عربيتي بس مش معايا دلوقتي. ينفع تركن؟ لا بس هجرب. هنتفسح بيها النهارده يعني؟ هنتفسح بيها وهنخرج وهنسافر وهنعمل بيها حوارات. احلف بالله باذن الله. عربيه امنيه هتبقى بتشتغل في كل حاجه بعد كده. ماشي؟ هاتي عربيتي اصلا في الجراج. ينفع تريحي بقى على الجنب كده؟ النهارده عربيتي على الجنب بس ودوسي انتظار. شكرا عمنا، شكرا ذوقك. طبعا يا جماعه حابه اشكركم كلكم بجد، بحبكم قوي. كل اخ واخت عندي هنا بيكلموني او بيتابعوني بجد، انتوا جوه قلبي. وطبعا حابه اشكر احمد عشان هو جاب لي العربيه دي. بجد يا احمد والله العظيم مش هقدر اوصف لك انا فرحانه قد ايه. عايزاكم بقى تتابعوني على الانستجرام وتستنوني عشان انا خلاص من النهارده بقى عندي عربيه. ستوريهات بقى وفيديوهات هدرفت بقى. بصوا